قصة إيثان وليلى. لم يؤمن إيثان أبدا بالحب من النظرة الأولى. اعتقد أنها شيء اخترع في الأفلام والكتب، شيء قاله الناس عندما لم يتمكنوا من تفسير سبب انجذابهم المفاجئ لشخص ما. ولكن كل ذلك تغير في فترة ما بعد الظهيرة في أواخر الربيع، عندما دخل إلى متجر الكتب القديم في وسط المدينة. كانت رائحة المتجر تفوح منها رائحة الورق والقهوة، وهي ملاذ هادئ في منتصف مدينة صاخبة. كان إيثان يتصفح الرفوف ويمرر أصابعه على أغلفة الروايات عندما لمحها بعينيه. كانت تقف في قسم الشعر، يتساقط شعرها بلطف على كتفها، وعيناها مثبتتان على كتاب كما لو كان يخبرهما سرا. أنصب ضوء الشمس من النافذة عليها كأنه ضوء كاشف ناعم. للحظة بدا العالم من حوله ضبابي، وكل ما كان يراه هو هي. لم يدرك إيثان حتى أنه كان يحدق حتى نظرت إليه. التقت أعينهم لبضع ثوان فقط، لكنها كانت كافية لجعل قلبه يتسارع. ابتسمت بأدب، ثم عادت إلى كتابها وتركته بألم في صدره و100 كلمة لم تقل. كاد أن يبتعد، كاد، لكن شيئا ما بداخله دفعه إلى الأمام. عذرا، قال بهدوء مشيرا إلى الكتاب في يدها. هذا أحد المفضلين لدي. نظرت إليه مرة أخرى، هذه المرة بفضول في عينيها. حقا؟ سألت. كان صوتها هادئا ودافئا كالموسيقى. وهكذا بدأت المحادثة. كان اسمها ليلى، كاتبة أحبت الشعر أكثر من أي شيء. تحدثوا عن الكتب،